هو مسلم ولكن ناقص عنده الإيمان، عنده نقص في التقوى. إذا ازداد الإيمان عند هذا الرجل أو عند هذا الشاب استحال أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان، فقال يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. قال ابن مسعود إذا سمعت هذا النداء فأرعه سمعا، يعني استمع إليه جيدا. هذا أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما كتب هذا الصيام على الأمم السابقة. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. إذا التحصيل من الصيام هو التقوى. بعد ما تصوم رمضان أو تصوم اليوم وتتناول الطعام وتأكل وتشرب، لابد أن تكون حصلت تقوى في قلبك. إن لم تحصل تقوى في قلبك فانظر إلى نفسك وانظر إلى صيامك، لعل يكون هذا الصيام فيه نقص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.